السلام عليكم، معكم الراغب درويش. نادى على الغيبة الطويلة لكن ما علينا. داخل لكم قصة جديدة. عنوان القصة روز المنطقة. طبعا الكاتبة يعني ماخذ منها قصة قبل كذا اسمها دوف ستوري. عنوان القصة لغز المنطقة 37. سمعت في يوم من الأيام من أختي عن منطقة 37 بعد ما تقلنا البيت الجديد إن واحد من أصحاب البيت اللي في ذيك المنطقة شاف أفعى وراح خبر أبوه عن الأفعى. في البداية ما صدقها، لكن بعد إلحاح من الابن راح أبوه معه وشاف الأفعى، واتضح إن ابنه ما كان يكذب. مسك الأب الأفعى اللي كانت خارقة الطول تقريبا 5 أمتار طولها، ودخلها داخل حوشهم الكبير، ومساعدة أبنائه الكبار قطعها لأجزاء وبعدها حرقها. بعدها طلع من حريق الأفعى دخان مرة كبير لدرجة أنه غطى البيت من داخل ومات جميع أفراده. ظل البيت مهجور لفترة قصيرة تقريبا شهر. وفجأة في يوم من الأيام طلع من البيت دخان غريب وكثير لدرجة أنه وصل للشارع ودخل في كل بيوت المنطقة وقتل كل سكانها. قالت المنطقة مهجورة لمدة 2 سنين، ويقال أن الأفعى كان واحد من ملوك الجن. قلت لأختي أن هذا الشيء مستحيل، وقعدت تحلف لي أنها صدق، بما أن المنطقة تبعد حوالي 7 أمتار من بيتنا. قلت لها أني بثبت لها أن هذه القصة مجرد خرافة. قالت طيب يا أحمد أجي معاك؟ قلت أنا طبعا لا، ما تجي. أختي أمان دخيلة، خليني أروح معاك. أنا قلت لا، يعني لا. على طول طلعت من عندها قبل لا أسمع وش بتقول. اليوم الثاني خذيت معي صديقي سالم، طلبته يجي في البداية رفض، وبعدين وافق. قررنا إننا نروح في نفس اليوم هذا الساعة تقريبا 5 العصر. قررنا أنا وسالم إننا بنزور المنطقة وبس بنتجول فيها. الساعة 5 العصر رحت لبيت سالم لأنه كان يبي ياخذ كم غرض نفس الكاميرا. قلت له إن هذا الشيء سخيف، لكنه ما سمعني. قال إنه يمكن صدقنا شيء غريب، نكون وثقنا معنا، بيكون زي الدليل اللي ما يصدق. إحنا المنطقة دي وكان في بدايتها لوحة مكتوب تحذير: لا تدخلها قد تقتلك. ما اهتمت شفتها زي مزحة. واحد كان ملان وقال بيسوي كذا. عاد سالم كان مرة متردد، لكنه قنعته بأسلوبي. من أول خطوة خطيتها كنت أحس بشيء غريب، لكن زي هذا الشعور ما كنت سعيد. كانت المنطقة فيها بيوت كثيرة، منها الكبيرة ومنها الصغيرة، لكن كلها لها نفس اللون أو بالأصح ما لها. كانت غريبة مرة. قلت أخوي سالم تعال ندخل في واحد من هذه البيت. قال مستحيل لا تفكر. أنا طيب تعال، أنا داخل وأنت خلك واقف عند الباب انتظر. قبل لا أسمع سالم إنه وافق أو رفض، توجهت على طول لأحد البيوت. دخلته. كان من الداخل غريب. الهواء اللي في البيت كان غير غريب. بدأت أدخل غرفة وكانت كلها بلا أي أثاث. بس لفت انتباهي في أحد الغرف كان في لوحة معلقة في الجدار، كانت لولد ماسك أفعى كبيرة. قلت لنفسي معقولة القصة اللي قالتها أختي حقيقة؟ وإذا حقيقة معقولة يكون في هذا البيت هي بداية الحادث. قطعت تفكيري ورقة كانت في زاوية اللوحة من فوق. خذيت الورقة وكانت عبارة عن حروف غريبة مع أرقام. حاولت أقرأها لكن ما فهمت أي شيء إلا جملة واحدة، هي: يا لعنة الشيطان انتقم من كل الفانين. ما فهمت ايش يقصد بهذه الجملة، لكن أنا ماسك الورقة شميت ريحة دخان لحظات وانتبهت للغرفة. إنها مليانة دخان. طلعت من الغرفة، لكن كان الدخان مالي الأجواء والبيت كله. دخلت مرة ثانية الغرفة وشفت بصعوبة الدريشة وقفزت منها. طلعت لبرا وشفت سالم، وقال لي إنه كان واقف بهدوء. فجأة بدون أي سابق إنذار جاء دخان. البداية كان على شكل أفعى، وبعد ما دخل البيت كأنه انفجر وانتج عنها الدخان. أنا صرت أركض، وكان سالم وراي كان خايف أكثر مني. طلعنا من المنطقة ونحن بخير الحمد لله، لكن نسيت أن الورقة كانت معي. بعد ما رحنا البيت وخوي سالم راح البيت، قلت لأهلي عن اللي صار. طبعا أمي صارخت علي وقالت أن هذا الشيء ممكن يدمر حياتك. وبعدها رحت لغرفتي، غيرت ملابسي ونمت. صحيت من النوم بسبب الاختناق. بعد ما استوعبت
حسيت بيد تسحبني وصوت أختي أحمد يلا قوم، وكانت تكح. وكنت ما أشوف ولا شيء، وعرفت إن في وسط الدخان. صحيت بسرعة معاها وطلعتني برا البيت، وشفت كل أهلي واقفين مع الجيران. الظاهر إن الدخان كان عندهم نفس الشيء. وسمعت صاحب البيت يقول لأبوي خاف إن اللعنة وصلت منطقتنا. سأل أبوه أي لعنة تقصد؟ جاء أبو جارنا قال قال له كل موضوع اللعنة. أبوي ما في شيء اسمه لعنة، واللي كاتبه ربك بيصير. أبو جارنا ونعم بالله، لكنك ما تعرف شيء. أبوي بس كيف دخل الدخان لبيتنا؟ جاء عندنا سالم. أحمد أنت بخير؟ سمعت عن الموضوع على طول جيت. أنا تسلم الحمد لله أنا بخير. وبعد ما جات الشرطة والمطافي قال ما في شيء يدل على حريق ولا يدل على مصدر هذا الدخان. ما في شيء يدل على حريق ولا شيء يدل على مصدر هذا الدخان. رحنا لبيت عمي وكنا مقررين نجلس فيه يومين لين يروح الدخان تماما. كان بيت عمي يبعد عن بيتنا تقريبا نص ساعة. بعد ما وصلنا بدلت ملابسي وتذكرت الورقة، جلست أحاول أقراها وصرت أتهجى كلماتها الغير مفهومة بصوت عالي لين وصلت على آخر شيء ورميت الورقة تحت ولاد عمي. جلست معاهم لين صار وقت النوم ونمنا. صحيت وأنا كح. سمعت أصوات ولاد عمي وهم يصرخون كأن واحد يصيح ويحاول يصحي أخوه. ما قدرت أفهم، لكني كنت شبه واعي. ولحظات من الخوف والهلع أسمع صرخات وكح. حاولت أشوف وش السالفة لكن ما قدرت. كل شيء حولي رماد. صحيت وكنت ما أدي يدي لقدامي على أمل أمسك شيء، لكني صدمت بولد عمي ومسكته كأني مجنون. وهو على طول فلتني، بس معلومة لأن الشخص بطبيعة حاله بالفطرة طماع، خصوصا إذا كان الصراع والطمع هو للعيش والطمع للأكسجين للرئة. ما قدرت أتحمل وأظن أغمى علي، لأني ما حسيت بشيء فجأة إلا بكف في وجهي. بعد ما استرجعت وعي شفت كل أهلي واقفين. وعمتي كانت تبكي وأمي كانت معها. وسألت شو السالفة؟ قال أبوي 2 من أولاد عمك وعمك ماتوا بسبب الاختناق من الدخان. شفناك أنت في الحوش مرمي. ما فكرت باللي مات ولا فكرت كيف جاء الحوش. مو استهزاء إني ما فكرت بعمي وأولاده اللي ماتوا بالأول، لكن تخيل إنك مكاني تصحى مخنوق في صرخات وبكاء ويغمى عليك في نفس المكان، وبعد ما تصحى يخبرونك أهلك إنهم لقيوك في المكان الفلاني اللي ما كنت فيه بالبداية. والصاعقة إنه ما حد حركك، ما بياخذ هذا الشيء كل قواك العقلية. وأنا فكرت حسيت بيد أختي على كتفي. حسيت بيد أختي على كتفي. أحمد يمكن وصلت اللعنة لهنا. أنا مستحيل. يمكن صار بسبب شيء احترق. أختي كيف ممكن تكون أعمى لهالدرجة؟ أنا فكرت في نفسي إنه ممكن يكون كل هذا بسبب اللعنة. مشيت مع أهلي واستأجرنا شقتين مفروشة، واحدة لنا واحدة لبيت عمي. ودخلت الغرفة وطلعت كل ملابسي. يوم مسكت بنطلوني حسيت بشيء في المخبأ. دخلت يدي ولمست زي الورقة. في البداية فكرتها فلوس، لكن يوم شلتها بيدي صدمت. كانت نفس الورقة اللي لقيتها في البيت المهجور، بس أنا كنت متأكد 1,000,000% إني رميتها. كيف صارت في جيبي؟ في هذه اللحظة جاني شعور إن كل اللي بيصير هو من هذه الورقة. قررت أخذها وأحرقها في الصحراء عشان ما ينتشر دخانها. فورا توجهت لسيارتي ورحت لأبعد نقطة ميتة في الصحراء وحرقت الورقة. أول ما لمست النار الورقة خرجت شرارات قوية لدرجة إني طرت على طول في السيارة. مشيت ثواني وشفت من المرايا اللي في السيارة كيف انفجر الدخان، وكان يتجه نحوي. وأنا صرت أسرع بقوة. ما أدري إذا كنت أتهيأ أو حقيقة، لكني شفت الدخان على هيئة أفعال تلحقني لين وصلت الشارع. وبدأ الدخان يتلاشى ويرجع على وراء، وكنت أظن إني حليت المشكلة، وما كنت أدري إني بدأت في مشكلة أكبر.
رجعت البيت وكنت مرتاح إن خلاص راحت مشكلتي، وكنت مستانس. وصلت البيت حطيت راسي ونمت. صحيت اليوم اللي بعده وكنت زي المجنون أشيك على الأجواء، وكانت تمام. ومشي اليوم طبيعي. بعدها في العصر تقريبا سمعنا في الأخبار عن موت عائلة بسبب الاختناق في البر. بعد ما شفت الدخان، رجال كان مر من المنطقة وشاف سيارة من بعيد، بلغ الشرطة على طول. وراحت الشرطة تكتشف ولقت جثث العائلة كاملة، وما كان الدخان له مصدر محدد. وكان منها شايب كبير بالسن، و3 رجال و4 حريم و4 أولاد كانوا تقريبا في العشرينات، 2 شوي كبار و7 أطفال. كلهم ماتوا بسبب الدخان، بس بقيت بنت واحدة وكان عمرها 14 سنة حية، وكانت تروي قصتها وتقول: كنا مقررين اليوم نتجمع مع عمامي وعيالهم ونخيم هنا في البر. وكنا بعد ما وصلنا المكان نزلنا كل أغراضنا وبدينا نسولف، إلا شوي يجي دخان على شكل أفعى، وما كان في حريق ولا حتى ريحة للحريق. وكان يتوجه لنا الدخان، لكن ريحته غريبة شوي. على طول بدون تفكير خذيت كمامة كان فيني ربو وحطيتها لي. يوم وصل الدخان لعندنا انفجر كأنه قنبلة، وصرت أشوف كل أهلي يكحون، كلهم طاحوا على الأرض. ما أعرف وش أسوي لأن ما عندي كمامات زيادة. كملت البنت بصياح: ما عرفت وش أسوي، كنت محتار يا ليت كنت أقدر أنقذهم. أمي وأبوي وإخواني وعمامي كلهم راحوا وخلوني وحيدة. حسيت إن ذا الشي كان بسببي، وهنا اتخذت قرار إني أنهي هذه اللعنة، ولو كان الشيء لا يكلف حياتي. حسيت إن ذا الشيء كان بسببي، وهنا اتخذت قراري إني أنهي هذه اللعنة، ولو كان هذا الشيء آخر شيء، أو ذا الشيء يكلف حياتي. اليوم اللي بعده توجهت المكان اللي حركت فيه الورقة، وصلت المنطقة اللي في الصحراء، وصلت أدور على الورقة يمين يسار، لكن ما في. قلت لنفسي: كيف كذا، أنا متأكد إن حركتها هنا. جيت على طول بالسيارة، توجهت المنطقة 37. بعد ما وصلت حسيت إن الجو معتم شوي وكئيب، وكانت الساعة 4 العصر، فكان هذا الشيء كفيل بأن يرسل لي قلبي الخوف. توجهت البيت اللي لقيت فيه الورقة، وأنا ماشي حطيت يدي في جيبي كحركة لا إرادية. حسيت الورقة في يدي، هنا قلبي بدأ يدق بقوة. بسرعة خرجت يدي بهدوء وأنا ناظر لها أكتشف شو الشيء اللي مسكته في يدي بالضبط. زي ما توقعت، الورقة نفسها. رجعتها لجيبي وقويت قلبي، ودخلت البيت. وكنت ماخذ معي علبة بنزين وكبريت، لأني كنت مقرر إني أحرق البيت، وفعلا حرقت كل شيء فيه. كنت أدري إنه 100% إنه راح ينتج دخان كبير. فعشان كذا أول ما ولعت على طول طرت للسيارة وعليت آخر شيء السرعة، وصرت أمشي زي المجنون. لين بعدت مرة وقفت، طلعت من السيارة، انتظرت ثواني وسمعت صوت انفجار كبير. بدأت النيران تولع بقوة لين اخترقت كل البيوت في المنطقة. قلت في نفسي: الحمد لله، بس بقى الصحراء كيف بشيل اللعنة معي؟ ودورت في النت عن طريقة فك السحر ومن ذي الأشياء، ولقيت فعلا طريقة نفذتها، والحمد لله من بعدها ما حد مات. لكن اكتشفت إن الحريق وصل للمنطقة الثانية، وقتلت كل ناسها، اللي مات اختناق واللي مات احتراق. الله يرحم من مات ويستر على العايش. ورجعنا اشترينا بيت ثاني واستقرينا فيه بدون مشاكل. نصيحتي لكم: لا تدخلون في شيء ما يعنيكم. بكذا كانت نهاية القصة. طبعا القصة يعني هي لغز، بس ما أدري إيش اسمه ذا اللي حستفيدوا من القصة. لكن أنا أظن الفائدة في آخر القصة: لا تدخلون في أي حاجة يعني ما تعرفونها وتحب تكتشف يمكن تنقلب عليك. على العموم كانت هذه نهاية القصة. ما حقول إنه يمكن هطول فترة، ما أدري، ما أقدر أحددها. لكن بعد الغيبة الأخيرة دي إن شاء الله حتكون أخيرة. بعدها حرجع طبيعي أنزل في أسبوع أو أسبوعين أو كل أسبوع قصتين، وحاديكم كل حاجة على حسابي في الانستغرام. كذا كانت نهاية القصة. مع تحيات، أو كان معكم الراوي أبو درويش. سلام.